أدعم بعض الكتائب، ربما إعلان هذا الدعم يضر حجاج. وأنت تتوقع أن الحكومات ما تعرف من تدعم؟ تتوقع لا أتحداها، والله لا يعرفون حتى كيف طريقة إيصال الأموال. يعني الأمة كلها تعمل معنا بفضل الله. هذا تحدي لحكومة. أي نعم تحدي. خليني أنتقل إلى قضية أخرى، وإن كن يعني الوضع ساخن معك في قضايا تحدي الحكومة. كثرة الثناء على الدكتور حاكم الطيري الذي نمسيه بالخير. الله يمسيك بالطول العافية. أول شيء الدكتور حاكم طيري هو أراه إمام من أئمة الهدى بحق، وهو عالم جليل استفدت منه من سنة 2001 إلى اليوم، وأنا أنهل من علمه، وأنا صديق لابنه سلطان أصلا. وعشنا وهم اسمه استقلال، جيش وطني، قضاء عادل، كل هذا وهم يا أخوة. هذا واقع فرض على 400 مليون عربي لا حل له إلا الثورة والتغيير. تغير العالم منذ تفجر الثورة العربية، وما زال يتغير بشكل عميق وجذري، وما زال مرشحا لمزيد من التحولات التاريخية، ونحن على مشارف موجة الثورة العربية الثانية التي ستكون جذرية وعميقة وأشد قوة وأصلب عقيدة. لا كما يتوهم كثيرون بأن الثورة قد انتهت، وإنما هي الآن تستعد للموجة الثانية والتي ستكون بلا شك جذرية.